السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب ارحب بكم في قناتي. في اول مرة بتشوفيني خدي لك لفة في القناة. اتمنى يا رب ان هي تعجبك، ولو عجبتك ما تبخليش عليا باللايك والكومنت الحلو منكم والاشتراك في القناة. النهارده ان شاء الله جاي لكم بفيديو جديد من مطبخي وروتين بسيط كده. اتمنى يا رب ان هو يعجبكم. فيلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الفيديو بتاعنا. ان شاء الله في فيديو النهارده هشارك مع حضراتكم فكره كده بسيطه للفطار وللغدا. ممكن انك تقدري تاخدي اي فكره منهم وتنفذيهم. اتمنى يا رب ان هو يعجبكم. في البدايه انا هبدا ان انا اعمل مع حضراتكم الفطار. انا بصراحه في اليوم ده كنت بدات ان انا جهزت الفطار من بدري. يعني شفت الحاجه اللي ينفع ان هي تتجهز وبدات ان انا اعملها، بحيث ان مثلا وقت ما نكون هنفطر نبدا ان احنا نجهز الفطار على طول، بحيث ان لو معاكي اطفال او مثلا بيبي صغير ممكن مثلا انك تعملي حركه الشكل دي، انك مثلا تبداي تعملي الحاجات اللي ينفع ان هي تتجهز وتتركن. وبعدين يعني تقومي انك تسوي على طول وقت الفطار. فانا عملت كده في اليوم ده. يعني شفت الحاجه اللي ينفع ان هي تتجهز. ففي البدايه انا كنت مثلا هعمل على الفطار في اليوم ده. كنا هنعمل طعميه وجبنه قريش كده على طماطم. ومثلا طبق بطاطس واي خضار عندك بقى. انا كان متوفر عندي كانتالوب، فانا بدات ان انا قطعته كده، قشرته وبدات ان انا اقطعه. انا بحبه يكون مكعبات كده زي ما حضراتكم شايفين، ناخد القطعه تتاكل مره واحده وخلاص. وزي ما قلت لحضراتكم بقى كمان بدات ان انا جهزت للجبنه القريش كده. هنعملها برضو بطماطم كده، ممكن مثلا انك تضيفي كمان خيار على شطة، اي حاجة انك تحبيها. فانا بدأت بقى ان انا جبت عندي طماطم، حبة طماطمية وسط كده زي ما حضراتكم شايفين. وهبدأ برضو ان انا اقطعها اجهزها كده، بحيث ان برضو اضيف عليها مثلا قطعة الجبنة كده، وتكون مثلا ساعة الاكل نبدأ ان احنا مثلا نهرسهم مع بعض وتكون جاهزة برضو. دي برضو من الحاجات اللي هتوفر عليكي وقت، بحيث انك تخلصيها بسرعة. قطعتها كده بقى زي ما حضراتكم شايفين، وهبدأ ان انا اجيب قطعة كده من الجبنة القريش. ضفتها عليها وضفت عليها شوية من الزيت وهركنها برضو. ساعة الاكل بنبدأ ان احنا نهرسهم مع بعض كده. يعني يا ريت ما تهرسوهمش بدري، لانك لما بتهرسوهم مع بعض من بدري المية الاسفة الطماطم تبدأ تنزل مية كده وبتخلي الجبنة مش لطيفة معاكي. هنا برضو بقى كنت هعمل طعمية كده، دي طعمية بيتي انا عاملاها، ان شاء الله انزلها في الفيديو كده مع حضراتكم. فبدأت بقى ان انا طلعت الكيس كده من بالليل، فك في قلب البولة. وبعدين بدأت بقى ان انا ضفت عليها التوابل، لان لما باجي افرصها ما بضيفش عليها اي توابل. فانا ضفت عليها بقى ملح وكمون وكزبره، ويا دوبك يعني رشه بسيطه خالص جدا من الكربوناتو، انت ممكن تستغني عنها. وبعدين بدأت بقى ان انا جبت المضرب كده، وهنبدأ بقى ان احنا نضربها لحد ما تبدأ تهيش معاكي كده، بحيث انها ما تبقاش مكتومه معاكي وانت بتقليها، تنفش معاكي حلو كده. يعني التركه دي بتفرق معاكي في الطعميه، هتديكي نتيجه مضمونه ان شاء الله. بدأت بقى ان انا جهزت الحاجه عندي هنا بقى، وطبق البطاطس زي ما قلت لحضراتكم كنت هقلي كده طبق بطاطس. فبدأت بقى ان انا هنا بقى كنت جهزت الفطار. قلت طبق البطاطس وعملنا الطعمية والجبنة، طبعا زي ما قلت لحضراتكم هعملها ساعة الاكل على طول، بحيث ان هي ما تنزلش مية وما تكونش لطيفة. وطبق مخلل بسيط كده بقى كنا عاملاه في البيت برضو. كنت نزلت طريقته مع حضراتكم قبل كده. فده كان بقى فطرنا في اليوم ده، الحمد لله فطرنا كده. وظبطت بقى مطبخي، ولو مثلا في اي حاجة تانية تتعمل في الشقة بدأت ان انا ظبطتها. دلوقتي بقى ندخل مع بعض كده بقى على الغدا. طبعا بقى الراعي الرسمي كده في الاعياد الرنجة. فاحنا ان شاء الله النهارده هنتغدى بقى رنجة كده. بدأت بقى ان انا اول حاجة ما كانش عندي بصل اخضر، يعني ما عرفتش ان انا اجيب. فبدأت ان انا جبت البصل العادي اللي احنا بنطبخ بيه ده، وبدأت بقى ان انا قطعته كده وفصصته من بعضه زي ما حضراتكم شايفين. وبدأت بقى ان انا ضفت عليه شوية من المية، وضفت عليه يعني كمية محترمة كده من الملح، حوالي 3 او 4 معالق كبار مليانين، وحوالي معلقة كبيرة من الخل. وقلبت بقى البصل كده مع الملح والخل، بحيث ان لو في اي حرقية تبدأ ان هي تنزل منه. وركنته بقى في المية بملح كده شوية، وبعدين يعني اركنه فيها شويه، وبعدين بروح جايه واخده غسلاه وافضل اغير عليه الميه كل شويه. يعني احط عليه ميه وارميها وارجع احط عليه ميه تاني حوالي 3 او 4 مرات. بيخلي لو مثلا في حرقيه او حاجه تبدا ان هي تروح منه شويه. دي مثلا طريقه حلوه جدا لو انت مش متوفر عندك بصل اخضر حابه انك تعمليه. تاني حاجة بقى بدأت ان انا جهزت الخضار عندي كده. طبعا بقى انت عندك خس، جرجير، خيار، اي حاجة. انا اللي كان متوفر عندي خيار. كان عندي كانتالوب برضو، بس قلت ان انا قطعته في الفطار فما حبيتش ان انا اقطعه تاني. فبدأت بقى ان انا جبت عندي الخيار هنا قطعته برضو بحيث ان هو يبدأ يكون جاهز. والرنجة بقى انا كنت مظبطاها من بالليل. انا كنت عملتها مع حضراتكم في فيديو قبل كده على القناة، ان انا ببدأ ان انا انضفها وابدأ ان انا اشيل الجلد من عليها. واضيف عليها خل واسيبها كده طول الليل، يعني انا
بعمل دايما لما باجي اعمل الرنجة بعمل الحركة دي. ببدأ ان انا انضفها كويس، وابدأ بقى ان انا اشيل الجلد من عليها كده زي ما حضراتكم باين كده في جزء منها. ببدأ ان انا اشيل الجلد بقى من عليها، واضيفها في صينية كده، واضيف عليها خل، واسيبها بقى في الخل ده يعني منقوعة في الخل ده طول الليل. وابدأ بقى ان انا اطلعها كده، ابدأ ان انا اقليها في شوية زيت بسيط جدا. يعني بتكون حاجة لا تذكر، نبدأ ان احنا نشويها. فانا بدأت بقى اظبط الدنيا عندي هنا، دي كانت كل حاجة بقى ان انا هنبدأ نعملها. وبدأت بقى ان انا هنا هشوي الرنجة. فعلى البوتاجاز كده بقى جبت صينيه، وهضيف بقى شويه بسيط جدا من الزيت زي ما قلت لحضراتكم. يعني شايفين هنضيف حاجه بسيطه جدا. وهبدا بقى ان انا يعني اوزع الزيت في قلب الصينيه كلها كده. وعندي بقى الرنجه هبدا ان انا انزل بيها واحده واحده. طبعا بقى الرنجه لما بتشيل الجلد بتاعها بيكون افضل. لو سبت الجلد بتاعها بتلاقيها بتكش كده وبتفضل تنحني، واللحم بتاعها ما بيبقاش كويس. فانت لما تخليها كده افضل من الجلد بتاعها. انا ما بخليهاش يعني تتحمر زياده عن اللزوم بحيث ان هي ما تنشفش. انا يا دوبك بخليها تاخد يعني تشميعه كده من على الوش اللي انا حطاه، وببدا ان انا اقلبها على الوش التاني. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده، مسافه ما بحط مثلا الصفه كلها برجع اول واحده انا حطيتها ارجع ان انا اقلبها. وعلى ما اقلبهم كلهم برضو يا دوبك ثواني كده، وببدا ان انا اخرجهم. لان طبعا انت لو سبتيها تتحمر زيادة عن اللزوم تبدا ان هي تنشف منك. انما الحركه دي بتخليها ان هي تبدا يعني تاخد لون خفيف كده، وفي نفس الوقت برضو تكون محتفظه بطراوتها ومحتفظه بالسوائل اللي في قلبها، فما تكونش ناشفه معاكي كده، وما تكونش حاجه لطيفه وانت بتاكليها. فانا بقى هبدا اعمل كل الكميه كده بنفس الطريقه. عملت بقى مره، وهبدا ان انا انزل بالجزء اللي اتفضل معايا بقى، او الكام قطعه اللي فضلت معايا. بنزلها بقى بنفس الطريقه دي. ما يعني عايزه اقولك انك خدي بالك مثلا في حته يعني التحمير بتاعها وكده، لان الطاسه التانية دي هتكون بقى الطاسه سخنت وكده. فانت مسافه ما تحطي يعني اقلبي على طول بحيث انها تفضل طريه معاكي. يعني شايفين بدات ان هي بتاخد لون بسرعه، لان طبعا الطاسه التانية بتكون سخنت. فانا هبدا بقى اقلبهم كلهم كده. وطبعا بقى انا مجهزه العيش بتاعي، وقطعت مع حضراتكم الخيار، وغسلت الليمون. وبدات بقى البصل كنت في الوقت ده غيرت عليه بقى كذا مره، لان طبعا كنت مجهزاه من بدري. بدات بقى ان انا ايه حطيته في ميه كده كذا مره بحيث ان يبدا بقى يسحب. لو البصل شرب اي كميه ملح يبدا بقى ان هو ينزلها تاني، بحيث ان البصل ما يكونش مملح معاكي مثلا او طعمه مش لطيف. فما شاء الله كان حلو جدا، يعني غني عن البصل الاخضر. طبعا لو ما فيش غنى عن البصل الاخضر بيكون جميل، بس طبعا لو مش متوفر عندك يعني دي تركه حلوه ممكن انك تقدري تعمليها. شايفين ما شاء الله بقى الرنجه بتاعتنا شكلها عامل ازاي. فده بقى كان الغدا بتاعنا في اليوم ده. ولحد هنا بقى خلص الفيديو بتاعي وخلصت الوصفات بتاعتنا. اتمنى يا رب انك تكوني استفدتي منها وخدتي فكره واستفدت من الفيديو بتاعي ولو بشيء بسيط. وطبعا لو الفيديو عجبك ما تبخليش عليا باللايك والكومنت الحلو منك والاشتراك في القناه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات جديده وروتينات من مطبخي، واترككم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.